السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايبي وفيديو جديد. نورتوني وشرفتوني وسعيدة جدا بيكم، وحشتوني جدا. بقالي كتير طبعا ما بعملش فيديوهات، لو ملاحظين أو متابعيني هم اللي هيلاحظوا دوت. لأني بصراحة الحمد والشكر لله يا رب. الحمد لله. أنا كنت تعبانة جدا الفترة اللي فاتت دي، كانت معدتي تعبانة جدا، وطبعا إن أنا أهملتها وكده. قولون عندي كان تعبان، وكان عندي ارتجاع في المريء وبقى لي فترة وسكت على نفسي، ولدرجة الحالة ساءت. ورحت للدكتور، والحمد لله أنا دلوقتي بقيت كويسة جدا، واسترديت صحتي، وقلت أقوم بقى أعمل فيديوهاتي لأنكم وحشتوني جدا. وبصراحة ما خبيش عليكم، أنا بيتي اتبهدل جدا، وكل حاجة حواليا كانت يعني أنا مش عايزة ما رضيتش أوريها لكم بصراحة. أنا ما كنتش بقدر أعمل أي حاجة، أنا كنت كل اللي بعمله يا دوب بس الأكل، وأكل خفيف كتير طول الفترة دي. أنا كنت بعمل أكل خفيف، ما كنتش قادرة إن أنا أعمل أكل يعني يتعبني أو أقف في المطبخ كتير أو حاجة. بس الحمد لله أنا بقيت كويسة. طبعا أنا متشكرة جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرح قلبي. ربنا يفرح قلبكم يا رب، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. ومتشكرة جدا على لايكاتكم الجميلة، وشكرا جدا لكل اللي دخل قناتي جديد. أهلا بيه، نورتوني وشرفتوني وكبرتوا قناتي، وإن شاء الله تكبروها كمان وكمان. ويا رب أكون عند حسن ظنكم، وتكونوا بتحبوني زي ما بحبكم. انا بحبكم جدا وتعلقت بيكم جدا مع اني ما شفتكوش وكده، لكن انا ما اعرفش يعني، انا بجد اتعلقت بالقناة وتعلقت بالكلام معاكم. وارجو منكم ان انتم تساعدوني في الاستمرار في القناة، ان انتم تكبروا قناتي. واللي مشتركش في قناتي واول مرة يشوفني، يا ريت يشرفني ويدخل يشترك في قناتي وما يترددش، وباذن الله هتعجبه. ولو في أي حاجة في القناة يعني مش عاجباكم، أو في أي حاجة أنا بقولها مثلا ما بتعجبكوش أو كده، يا ريت تقولوا لي في التعليقات، وأنا مش هكون زعلانة أبدا. بالعكس أنا هكون مبسوطة جدا إن انتوا بتنصحوني وبتخلوني إن أنا أبقى أحسن وأحسن، وهبقى أحسن بيكم بإذن الله. أنا طبعا أول حاجة عملتها لميت غسيل كان على الحبل. شلت الملايات والكفر اللي أنا حطاه تحت الملايات. أنا طبعا دي كفر اللي أنا عاملاه للمراتب ده عبارة عن ملايات قديمة أنا ما كنتش بفرشها. رحت للخياطة عملت لها أستك داير ما يدور، وأنا قلت لكم الكلام ده اللي متابعيني قبل كده. وبدل ما بروح اشتري الجاهز بالغالي، لا دي ملايات عندي ما كانتش بستعملها، وعملتها وبتحميلي المراتب وبتحافظ لي عليها، وبفرش الملايات من فوقيهم، والدنيا زي الفل، ما فيش اي مشكله. تمام. شلت كل ده طبعا وسبت الاوضه كده تتهوى، فتحت الشبابيك والبلكونات وبتاع، وسبت الاوضه تتهوى، وما فرشتش حتى الملايات غير في اخر اليوم خالص. اول ما شلتهم حطيتهم على طول على الغساله، قلت يتغسلوا وقبل ما اخلص اي حاجه ورايا. وبعد كده نشرتهم ودخلت بقى على المطبخ. سبت طبعا الاوضه زي ما بقول لكم، ما فرشتش اي حاجه. دخلت على المطبخ بقى وقلت اما اشوف ايه اللي مكركب حواليا فيه. انا بصراحه كنت قبل ما ادخل المطبخ عماله مرتبه انا هعمل حاجه ايه، واحد اتنين تلاته، يعني حاجات بسيطه اللي في دماغي اللي انا هعملها علشان ما تعبش نفسي. لكن بامانه ما اخبيش عليكم، انا بحط ايدي في الحاجه الاقي نفسي دي جابت دي جابت دي، ما اعرفش ازاي، والاقي نفسي عايزه اعمل كل حاجه بعد ما كنت مش قادره اعمل اي حاجه. بس الحمد لله انا ببقى مبسوطه بعدها. بيتي لما بيبقى نظيف انا ببقى سعيده جدا، وبيخلي نفسيتي احسن. لكن لما بيبقى حواليا مكركب ومش نضيف، اعرفوا ان ده بيتعبني على تعبي. والحمد لله يا ربي، انا بحاول على قدر الامكان ان انا احافظ على بيتي. بيتي ده هو عنواني، ولازم كلكم طبعا تبقوا كده، واكيد انتوا كلكم كده. التلاجة طبعا انا قلت بقى اغسلها، مع انها ما كانتش في الحسبان. انا قلت يعني التلاجة دي هخليها يوم تاني، بس كان في حاجات اولى منها. بس انا بقى ايه بقول لكم، زي ما بقول لكم، ده جاب ده جاب ده. انا طبعا فضيت التلاجة من اللي فيها وغسلتها بصابون والليفة بتاعت المواعين، او سبونش او اي حاجة، وخلاص. ما ببلش مية كتير وانا بغسل في التلاجة، لان المية كتير هتبوظ التلاجة. انا بعصر حتى الليفة على قدر الامكان وانا بغسل. بحط شوية مية نضاف في طبق، وشوية فانيليا في قلب المية والفوطة، وبعصر والم الصابون واشطف الفوطة واعصرها تاني والم الصابون اللي انا عملته، وخلاص على كده. لكن ما بغرقش الدنيا ولا حاجة. الاجهزة يا جماعة غالية جدا. انا نزلت عشان اسأل على التلاجة، لقيتها سعرها عالي جدا جدا. انا متخيلتش ان اقل تلاجة ب15,000. اقل تلاجة شفتها تعجبني ب15,000.
فطبعا يعني الحاجات غالية جدا. التلاجة دي عندي من بدري بصراحة. بس اهي شغالة والحمد لله، وبحاول ان انا احافظ على قدر الامكان. تمام. واتمنى اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا وما عملش اللايك، متنسوش اللايك يا جماعة. اللايك بالنسبة لنا مهم جدا، وعايزاكم توصلوني ل1000 مشترك لو بتحبوني. واللي أول مرة يشوفني ما يترددش يا جماعة، اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة وهتعجبكم بإذن الله، وهتحفزكم هتخليكم، هتديكم طبعا أفكار وكده بإذن الله. واخد بقى التلاجة من بره كمان، انا عملتها من جوه، اغسلها كمان من بره. مش معقوله طبعا اغسل من جوه ومن بره، لا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان التلاجة بتاعتي عباره عن صحراء جرداء، ما فيهاش اي حاجه خالص، فاضيه. طبعا المفروض ان انا هنزل السوق وانزل الماركت ان انا املاها، بس طبعا يوم تاني مش هينفع طبعا في اليوم دوت. لكن عشان يعني ما تعيبوش وتقولوا ايه التلاجة الفاضية دي، لا هي فعلا فاضية خالص. لان انا بقول لكم بقى لي الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بروح ولا باجي، وتعبانة، وكنت بقضي باللي في البيت وخلاص على كده. خلاص. وهنا خلصت التلاجة وفرشت المفارش، لمعتها برضو، والمفارش بتبقى فاضية ازاي، ما تعيبوش يا جماعة. انا لسه بقول لكم انا فعلا محتاجة ان انا انزل الماركت الم شوية حاجات كتير كده، وهنزل السوق باذن الله بكرة او بعده بالكتير باذن الله. انا المهم مسحت برضو المفارش كده وحطيتها، وهنا بقى بلم عيون البوتاجاز. طبعا العيون، شايفين البوتاجاز منظره بجد، عيون البوتاجاز لا يرثى له. انا شلتهم حطيتهم في طبق، وهحط في الطبق هنا ملح، ليمون، كلور، خل، اللهم صل على سيدنا محمد، وصابون سايل او اوكسي او اي حاجه من الكلام ده. وبسيبهم بقى منوعين في ميه من الكتل ببقى غليها، واحطها واسيبها، وصابون سايل اهو زي ما بقول لكم. وبحط بقى الميه من الكتل وبسيبها بقى منوعين كده، واخلص كل اللي ورايا، واخليهم للنهايه خالص ارجع لهم. هيكون كل اي حاجه دهون، اي حاجه مش نضيفه نزلت في الميه، واغسلهم غسله حلوه بالسلكه، واسيبهم واشطفهم واسيبهم يتصفوا كده من ميتهم خالص. وبعد كده ركبهم في البوتاجاز. رحت بقى هنا على المطبخ. لو هتسالوني بقى وتقولوا لي نعمل مطبخ خشب ولا نعمل مطبخ ألموتيل، اقول لكم لا يا جماعه، اعملوا مطبخ ألموتيل. بصراحه بسم الله ما شاء الله الألموتيل في النظافه حلو جدا وما بيتعبش. اما الخشب لو ما كانش ايدك فيه باستمرار، اعرف ان هو هيتعبك جدا لو سبتيه. وانا لو ما كانش ايدي في المطبخ باستمرار، انا كان المطبخ ما يبقاش بالشكل ده. لكن هو الخشب متعب في النظافه لو سبتيه وما كانش ايدك فيه على طول. البخاخه دي انا ما بستغناش عنها ابدا. بعمل بيها رخام، اعمل بيها سيراميك، اعمل بيها البوتاجاز، اعمل بيها اي حاجه من الكلام ده. بصراحه بتلم كل الدهون. فيها ايه البخاخة؟ نفس الحاجات اللي انا حطيتها في المية للعيون، هي نفس الكلام ده. خل، كلور، ملح، ليمون، كربوناتو، وصابون سايل او اوكسي او اي حاجة من الكلام ده. ماشي. وهو ده اللي في البخاخ بينضف الدنيا قوي، وده نفس اللي انا بحطه في تنظيف العيون، وبينضف جدا. وانت هتشوفوا منظر العيون كمان دلوقتي في اخر الفيديو، شكلها بقى ازاي، مش هتصدقوا نفسكم على منظر العيون. بس كده. وانا طبعا هنا الكاسات دي جنب الشفاط، فكمنها في الاول بتلم دهون من الشفاط والبوتاجاز. فالجوه دول ما كانش فيهم اي حاجه، خدت اللي بره بس هما اللي كان فيهم دهون، حطيتهم في الحوض ونقعتهم في شويه ميه، وقلت ايه خليهم للنهايه، هغسلهم واسيبهم يتصفوا برضو، وبعدين ارجعهم مطرحهم تاني. انا مش هروق الظرف من جوه ولا حاجه، انا كل اللي بعمله الظرف من بره بس. لكن من جوه هي لا نضيفه، ما فيهاش اي حاجه. من بره بسبب بس الدهون وكده والبوتاجاز، فعشان كده هي اكتر حاجه بتتبهدل. انا كده خلصت خلاص المطبخ الخشب فوق وتحت. وهنا بقى لقيت الكاتل برضو بالمره، قلت يعني هي جت على الكاتل بقى كمان، لا هغسله بالمره. وده فعلا اللي انا عملته، ما اغسله. وبعد ما بغسله انا بحط فيه نص ليمونه وشويه خل وشويه ميه، وسيبيه يغلي كده كام غلوه، وبعد كده اغسليه. ولما تيجي تستعمليه للشاي او لكده لازم بتغلي فيه شويه ميه وبتدلقيهم، لان طعم الشاي هيبقى مغير. وده بالنسبه للكاتل.
بصوا بقى منظر العيون، بصوا الجمال، بصوا بقوا ذهبي وشكلهم ازاي. معلش انا كنت سكت شويه لان انا حسيت ان انا تعبت من كتر الكلام، لكن بصوا منظر العيون بقت جميل. وعايزه اقول لكم سبب النظافه دي ملح الليمون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي يا حبايبي.